السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل السردين المملح، هعمله زبدة. والسردين ده كان معايا يا جماعة، كان مبطرخ. معايا هنا حاجات بسيطة خالص: فلفل حامي، طرنشات من الليمون، معايا 5 معالق ملح، ورق لوري اللي هو صحيح، معايا معلقة كركم كبيرة، معلقة شطة كبيرة، فلفل اسود حب، ومعايا ربع كوباية زيت هوزعها على السردين كله. السردين هنا كان بطرخ معايا حوالي كان كيلو وربع سردين. طبعا غسلاه كويس، وغسلاه بالذات من عند الخياشيم كويس جدا. خليت الخياشيم دي بتلمع، كان لونها احمر نبيتي خالص، والله كان طازه. فالسردين هنا كان بطرخ معايا، فخللته كله، حطيت عليه ال5 معالق ملح، ما تكتريش اكتر من كده. حطيت الزيت، انا معايا ربع كوبايه زيت. طبعا بوزع الكميه على السمك شويه، وبوزع في الاخر خالص، بحط فوق وش البطرمان يعني حوالي ربع كوبايه زيت. خللت خلاص السردين، ملحته كويس، ما كتريش الملح. وطبعا اللي يخليه حادق الايام، ما كتريش الايام. هو قعد حوالي معايا 5 ايام بالظبط. حطيته كله في البطرمان. هحط بقيه ورق اللوري وبقيه الملح معايا، والفلفل الصحيح دوت ماده حافظه هو والورق اللوري، وحتى كمان شرايح الليمون بيديله تطعيمه حلوه قوي. خلاص نزلت بالكميه كلها، وشويه الملح اللي كانوا فاضلين معايا هحطهم فوق وش البطرمان. وهرجع احط شويه زيت زي ما قايلالك، هي ربع كوبايه زيت بس بوزعها على السردين، ما تكتريش اكتر من كده، عشان برضو انتوا عارفين لو هو دسم بينزل برضو الزيت بتاعه. خلاص كده البطرمان هميله علشان عايزه اخرج منه الهواء. طبعا ممكن تخليه في البرطمان ومعاه الكيسين، او الكيسين تخليهم بره عادي مفيش مشكله، بس انا بحب اخليه في البرطمان وجواه 2 كيس. وبقفل البرطمان كويس جدا. وطبعا انتوا عارفين اخر كيس بحطه لون اسود علشان بضلم عليه، وبحطه في الضرفة من تحت في مكان ضلمة، وبيقعد حوالي 5 ايام. ما تكتريش اكتر من كده، عشان لو كترتي هيحدق معاكي على حسب الجو. ولكن لو الجو حر قعديه 4 ايام، لكن عشان اتأكد من الملوحة بتاعته هو 5 ايام كويس جدا. اول يومين ما بحركوش من مكانه، بسيب البطرمان زي ما هو واقف كده. وبعد كده تالت يوم ابتدي اوديه على الناحية التانية، وبفضل كمان يوم على الناحية التانية، وكمان يوم على الناحية التانية، يعني 5 ايام بالظبط. ما تكتريش الايام بتاعته، عشان كل ما تكتري هيحدق معاكي. هما 5 ايام بالظبط. بس اهم حاجة اول يومين ما بيتحركوش من مكانهم. انا بقولك بيفضل كده يومين، وبعد كده يوم، وبعد كده يوم، حوالي ال5 ايام بالظبط. لكن لو الدنيا حر معاكي قوي هيبقى 4 ايام، فاضمن لك هما ال5. خلاص هو كده اتخلل معايا، وكان مبطرخ، وكان تحفة تحفة. هو يعني كان اوانه تقريبا، لاني مسجلاه بقالي فتره وكنت سايباه، فهو كان اوان السردين اول ما نزل السردين المبطرخ. فكان البطروخ بتاعه تحفه وكان طري. وعايزه اوريكي تمليحه كان تحفه، والحدوقيه بتاعته كويسه كده جدا. ما تكتريش الملح، ما تكتريش الملح. خلي بالك ان الملح هنا معايا نسيت اقولك ان هو ملح خشن، انا بحب املح بالملح الخشن. هو تمليحه بيبقى كويس جدا، يعني ما بيجزعش معاكي قوي، وملحه مظبوط تماما. كده خلص معايا وفصصته كله. وممكن تحطيه في زيت، تنقعيه في زيت زي ما هو كده، يعني اخدنا الكميه اللي احنا عايزينها، والباقي حطيته في شويه زيت وطلع بصوا زي ما انتوا شايفين معايا زبده. والملح مظبوط. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس، وتستنوني فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.